السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم في قناه زهر بحيح الدمناتيه. اول حاجه كنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه والمحفزه اللي كتفرحوني بها، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي يشترك ويفعل زر الجرس فضلا وليس امرا باش يوصلكم كل جديد في القناه. اليوم فيديو جديد مع وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه تحضير بريوات معمرين بواحد الحشوه اللي كتجي لذيذه بزاف. فالبنات صراحه واخا نعيا ما نشكر فيها، ما غاديش تصدقوني حتى تجربوها لانها كتجي خطيره. كنتمنى تجربوها وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الا عجبكم فما تنساونيش باللايك وبالبارطاج، وما تنساوش كذلك تخليو لي شي تعليق زوين بحالكم. ودابا بلا ما نطول لكم، بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غنحتاجوا في هاد البريوات 500 غرام او نصف كيلو ديال صدر الدجاج او صدر الديك الرومي اي لدند. انا استعملت هنايا البنات لدند، خديته غسلته مزيان بالملحه والحامض باش تحيد منه ديك الزفوريه اللي فيه، وقطعته قطع صغيره كما كتشوفوا بحال هذا الشكل هكا. ودابا غندوزو باش نشرملوه بحال الا كنشرملو الحوت. هنا البنات غادي نصاوبوا واحد الشرموله بحال ديال الحوت كتجي خطيره. هنا كما كتشوفوا غنضيف عليه معلقه كبيره ديال قزبور ومعدنوس مفرومين، واحد الضرس ديال الثومه. هنا عندي ضرس كبير ديال الثومه، الا عندكم الثومه صغيره ديروا 2 ضروسه. كنحكم هكا في الحكاكه. وغنضيف عليه راس المعلقه ديال الملحه، غير شويه الملحه البنات، ما تكثروش الملحه لانه غنضيفوا مكونات اخرين فيهم الملحه. وكنضيف عليهم راس معلقه صغيره ديال البزار، وراس معلقه صغيره ديال الكمون، وعندنا كذلك راس معلقه صغيره ديال السكنجبير، ومعلقه مع عمرة ديال التحميره او البابريكا. وعندنا كذلك واحد راس المعلقه ديال توابل السمك. التوابل السمك البنات هما اللي غيخليو لينا اللذات ديالنا او قطع ديال صدر الديك الرومي بحال الا كناكلو في الحوت، كيعطي واحد المذاق خطير البنات. ممكن تعوضوها بواحد الطامه ديال الحوت. وكنحتاجو كذلك واحد معلقه صغيره ديال الخردل او لا موطارد، وعندنا كذلك واحد معلقه صغيره ديال صويا صوص او صلصه الصوجا، وعندنا راس معلقه ديال الهريسه او الفلفله حاره، واحد معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وعندنا نصف حامضه او ليمونه معصوره كنعصروها مزيان. هنا البنات الا لاحظتوا درنا لا موطارد مالحه، وصوصيه حتى هي مالحه، والهريسه مالحه. داكشي علاش قلت لكم في الاول ما تكثروش الملحه باش ما تجيكمش الشرموله ديالكم مالحه. صافي دابا غنحركوها بمعلقه ولا غير بيدينا. هنا صافي غنخليوها ترقد. ضروري البنات تخليوها ترقد تقريبا واحد ساعه حتى لساعتين الا كنتم مزروبين، والا ما كنتوش مزروبين من الاحسن تخليوهم ليله كامله هكا باش يجيو لينا دوك الطريفات ديال صدر الدجاج او صدر الديك الرومي فتيين، وما كيكونوش قاصحين الا طيبتوهم. وحتى في وسط البريوه كيجيو رطبين البنات. غير جربوا البنات الطريقه راه غادي تعجبكم وما غاديش تستغناو عليها. وهنا كما قلت لكم غنخليهم يترقدوا تقريبا واحد ساعتين لانني مزروبه، وانتم ممكن تخليوهم اكثر. صافي دابا غنخليهم جانبا يترقدوا وشويه غنتلاقاو. هنا البنات من بعد ما ترقد ليا الدجاج، هنا خديت 2 بصلات شلطتهم رقاق وطعتهم في واحد المقله، وشعلت عليهم البوطه وزدت عليهم تقريبا 2 معالق زيت الزيتون. خليت ديك البصله تشحرات مزيان كما كتشوفوا. دابا غنضيف عليها طريفات ديال لدند كما قلت لكم اللي رقدناها. انتم البنات كما كتشوفوا اللون ديالها من بعد ما ترقدات تغير اللون ديالها. صافي هنايا غنغطي عليهم وغنخليهم يتشحروا. انتم البنات من بعد ما تشحرات شويه ديك البصله مع الطريفات ديال صدر الدجاج او لدند، دابا غنزيد عليهم واحد 2 ضروس ديال الثومه محكوكين. هنا البنات الا عندكم الثومه صغيره ديروا 4 ديال الضروس. كنحكوها مزيان كما كتشوفوا. ومن بعد غنضيف عليها واحد المعلقه كبيره ديال
الحامض مرقد او الليمون مرقد او المصير، واحد راس معلقه ديال التحميره، واحد راس معلقه ديال البزار، وشويه ديال الكمون، واحد الضامه ديال الحوت. هنا البنات هاد الضامه ديال الحوت كتعطي واحد المذاق رائع على الحشوه ديالنا. بحال الا درتو الحوت كنفرتها بحال هاد الشكل هكا، وفي الاخير غنضيف عليها واحد المعلقه صغيره او المعلقه مع عمرات ديال توابل ديال السمك. صافي كنحركو كلشي وكنخليوها حتى تنشف مزيان. البنات انتما كما كتشوفوا الطريفات ديال الدجاج طابوا مزيان كما كتشوفوا. هنا كنضيف عليهم 2 باكيات ديال الشعريه الصينيه او الشعريه ديال الروز اللي خديتهم ورقدتهم في الماء وقطعتهم. وهنا ضفت عليهم واحد معلقه كبيره ديال الربيع او القزبر ومعدنوس، واحد معلقه كبيره ديال صوص صويا او صلصه الصوجا، واحد نص حامضه معصوره، صافي. في الاخير كنضيف واحد تقريبا واحد زلافه صغيره ديال الزيتون مقطع. كنحركو كلشي بحال هاد الشكل هكا وكنخليه يتشحر واحد شويه حتى تدخل لينا ديك الشرموله في الشعريه ديالنا الصينيه او الشعريه ديال الروز. انتما كتجي بحال هاد الشكل هكا كتجي ناشفه. صافي دابا غنطفي عليها وغنخليها تبرد. هنا البنات غنخليها تبرد على خاطرها وغنمشي نشري الورقه ديال البصيله. والورقه ديال البصيله البنات ما تدخلوها للدار حتى توجدوا الشرموله ديالكم عاد ممكن تشريوها. هنا في الاخير من بعد ما بردت ليا الشرموله ديالي مزيان، هنا ضفت ليها تقريبا واحد 3 معالق ديال الفرماج احمر محكوك. كما قلت لكم البنات بالنسبه للورقه ما تدخلوهاش للدار حتى توجدوا الحشوه ديالكم باش ما تضيعوش فيها وباش ما تقطعش لكم الا كنتو كتعمروها. وهي الورقه ديال البصيله ديالنا جبناها، وهنا عندنا شويه ديال الزيت باش غندهنوا الورقه، وعندنا كذلك واحد شويه ديال الدقيق مخلط مع الماء باش نلصقوا البريوات ديالنا. صافي كنحيدوها من البلاستيكه باش نقطعوها. هنا البنات عندي الورقه ديالي فيها 40 سنتيم، غنقسمها على النص. غنحسب على 40 سنتيم غنقسمها على النص يعني 20 على 20. صافي هنا ممكن تستعملوا المقص ولا ممكن تستعملوا الموس. انا غنستعمل الموس لانها غليظه واحد شويه. وهنا البنات كل ربع كنقطعوا على 3 وكنوضعوهم في بلاستيك غذائي باش ما تنشفش لينا الورقه. وانتم ممكن تقطعوا غير على 2. انا كيعجبوني يكونوا متوسطين، ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغار. صافي هنا كنحاول نسرحها بحال هاد الشكل هكا. هنا البنات الجهه اللي حرشه هي اللي كتكون داخل، والجهه اللي رطبه هي اللي كتكون على برا. كنسرحهم بحال هاد الشكل هكا. من بعد ما سرحت واحد الكميه كما كتشوفوا هكا باش يسهلوا علينا دغيا نشكلوهم وما يشدوش لينا الوقت، كندهنوهم بشويه ديال الزيت المائده. وهنا البنات ممكن تخلطوا الزيت مع الزبده. صافي هنا كناخذوا الحشوه وكنوضعوها هكا في الجنب. كل وحده كندير فيها معلقه ونص بحال هذا الشكل، معلقه كبيره. صافي دابا غندوزو باش نطويوهم. هنا كما كتشوفوا كناخذوا هذا الراس ديال الورقه وكنديوها هكا على الجنب وكنطويوها بحال هذا الشكل هكا، وكندخلوا ديك الحشوه اللي كتخرج لينا من الجناب وحنا كنطويو. وهنا كما كتشوفوا كنستعملوا غير الاصابع ديالنا. هانتوما البنات كما كتشوفوا كناخذوا هذا الطرف وكنديوه للجنب وكنطويو وحنا كنزيرو وكندخلوا ديك الحشوه لداخل. كما قلت لكم كنستعملوا غير الاصابع ديالنا بحال هذا الشكل. هانتوما ساهله،
هانتوما بحال هاد الشكل هكا. هانتوما مره كنطويو لجهه اليمين ومره كنطويو لجهه اليسار، ومن بعد كنضغطوا عليهم واحد شويه بحال هكا، وكنجيبوا داك الخليط ديال الدقيق مع الماء وكنلصقوا به هاد الطريفات هكا، وهداك الشيء اللي بقى كندخلوا لداخل بحال هاد الشكل. وإلا كتشوفوا ديك الورقه ديالكم كبيره بزاف كتنقصوها واحد شويه بحال هاد الشكل هكا، صافي كتولي بحال هاد الشكل هكا نتوما كما كتشوفوا. صافي كنحطهم جانبا بحال هاد الشكل هكا. غنعاود معكم وحدين اخرين، وحتى اللي يلا دخلوا جداد وما شافوش الفيديو في الاول يشوفوه دابا. هانتوما كنسرحوها بحال هكا كما قلت لكم، الجهه اللي حرشه هي اللي تكون داخل والجهه اللي رطبه هي اللي تكون على برا. من بعد كندهنوها بالزيت وكناخذوا الحشوه ديالنا وكنديروا هكا في الجنب. وهنا كما كتشوفوا كناخذوا الاطراف الجوانب وكنطويوهم وكندخلوا ديك الحشوه اللي كتكون خرجت بحال هاد الشكل هكا، وحنا كنلويو مره جهه اليمين مره جهه اليسار. هانتوما بحال هاد الشكل هكا. صافي كنستمر هكا حتى نكملهم. هانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي ديالهم كما كتشوفوا. هانتوما كيجيو بحال هاد الشكل هكا. ودابا غندوزو باش نديروهم في البلاستيكه باش نحتفظوا بهم في المجمد. وعندكم البنات بزاف ديال الطرق باش تحتفظوا بهم. هنا ممكن تستعملوا هكا البلاستيكه تستفوهم بحال هاد الشكل هكا وتدخلوهم المجمد، ولا ممكن تستفوهم في شي لاطا ولا شي بلاطو وتدخلوهم المجمد حتى يجمدوا. عاد ممكن تجمعوهم في البلاستيكه، ولا ممكن ديروا 3 ولا 4 ولا 5 على حسب الافراد ديال العائله ديالكم في بلاستيكه، وتجمعوهم مثلا كديروا 4 ولا 5 وتجمعوهم في البلاستيكه حتى تبغيوهم وتجبدوهم. وبالنسبه للطياب البنات كتخرجوهم من المجمد مباشره كتحطوهم في اللاطه ودهنوهم بالزبده، ولا ممكن تدهنوهم باصفر البيض وطيبوهم. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالهم كما كتشوفوا. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الا عجبكم فما تنساونيش باللايك وبالبارطاج، وما تنساوش كذلك تخليوا لي شي تعليق زوين بحالكم. ودابا غنخليكم الى اللقاء في فيديو جديد مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.